بعطيك اكبر مشكله في الهلال، اكبر مشكله في الهلال بكل امانه. تكتيك المدرب مره غلط. المدرب جيسوس احب العب ضغط عالي، نص هجمات الاتحاد ينفردون من وين؟ من نص الملعب. ليش؟ لان جيسوس يلعب ضغط عالي، باصين، كورنادو استلمها يقدر يدب لك كره من بعيد انفراده. جيسوس يلعب على نص الملعب، كولوبالي بطيء، البلاهي سرعته عاديه، فما يصلح. انت عندك لعيبه ثقال، عندك لعيبه بطيئين انك انت تلعب دفاع متقدم. عكس كاسترو يعرف عنده فتيل وعنده لابورت بطيئين، فما يلعب فيهم ضغط متقدم عالي، لا يخليهم متأخرين. جيسوس أنا ما أدري يعني لحد الحين من البطولة العربية لحد الحين قاعد يلعب مصيدة التسلل وضغط عالي. طيب بكرة لعبت ضد فريق عنده أطراف سريعة، لعبت ضد الأهلي عنده سينت ماكسيما، لعبت ضد النصر عنده ماني. أي فريق عنده طرف سريع لو يكسر لك التسلل هذا بباص واحد اللاعب ينفرد من نص الملعب. أنا ما أدري صراحة يعني ليش ماسكة معه إلا ألعب ضغط عالي. أنا أشوف أن هذا أكبر غلط قاعد يسويه.